جاي أقول لكم الخلاصة 5 تصرفات لو عملتيهم هيرجع لك وبدون أي تفكير. الكلام ده لو الشخص ده فعلا يستحق إنك ترجعي له. معاكم حسين إمام. هنحكم عقولنا قبل قلوبنا لما يقابلنا الحب. أول تصرف هنا مهم جدا إنك ما تعيشيش دور الضحية ما بينك وما بين نفسك أو قدام الناس، ومش قدام الناس وبس، قدام العالم كله. يعني خلاص بقى اللي حصل حصل، نشوف بقى حياتنا ونركز فيها. نخرج نتفسح نتعلم حاجة جديدة، لأن لما يشوفك أو يسمع عنك بإنك عشت حياته من غيره عادي جدا وأفضل من العادي كمان، هيبتدي يراجع نفسه ويقول إيه ده؟ دي مبسوطة من غيري إزاي؟ فبلاش بقى نقعد قدام المسلسل الفلاني أو نسمع الأغنية الفلانية ونعيد الذكريات مع نفسنا ونقعد نزعل. نركز على نفسنا لأننا مش قليلين برضه. تاني تصرف، مش لازم نكون نفس النسخة زي ما كنا قبل كده واحنا معاه. يعني مهم جدا انك تغيري في نفسك حاجات بسيطة او حتى في طريقة لبسك، بس المهم تكون بحدود وما تقللش منك وبدون افوره طبعا، لان كتير بيكونوا فاكرين انها مثلا لو في نفس الموقف ده وكانت محجبة وانفصلت عن خطيبها وخلت الحجاب مثلا على اساس بكده انها بتغيظه، وده طبعا غلط وما انصحش بيه. انا بدي مثل بسيط عشان توصل للفكره، لان مش ده التغيير اللي انا بقصده، والهدف من التغيير لازم تبقى عارفه هو عنصر المفاجاه، لان هو يلاحظ ده جدا. ثالث تصرف، لو شافك تحت أي ظرف مثلا على سبيل الصدفة، مهم جدا إن يشوف ملامح وشك مبسوطة وسعيدة، ودي بتكون رسالة ليه إنك أنت حياتك ما وقفتش عليه، بالعكس طبعا. رابع تصرف ومهم جدا، اوعي تبادري بالاتصال أو إنك تبعتي له رسالة في لحظة ضعف منك. طبعا أنا مقدر وعارف إن الموضوع مش بالسهل، إنما المفروض نعمل كده ويكون عندنا إرادة وعزيمة وثقة في الله بإنك أنت الإنسان ده لو قدرك ونصيبك مهما بعدتوا هتتجمعوا مع بعض تاني. فلازم تطمني وتهدي خالص، وبلاش تسرع يتاخد عليكي بعدين. اقول لك مثل بسيط جدا، زي لما كان بيستنى منك رساله كل يوم، اول ما يصحى يلاقيها، دلوقتي المفروض ما يشوفش منك اي رسائل ولا اي اتصال. خامس تصرف، ركزي في دراستك او شغلك وانجحي، لانه لازم يسمع عنك او يشوف انك بقيتي افضل واقوى عشان يقول بينه وبين نفسه انها اتغيرت فعلا للافضل. مهم كمان انك تعرفي ان مستحيل يرجع لك لما تزعلي او لما تعاتبيه أو تتحايلي عليه، إنما هيرجع لِك لوحده لمّا يلاقيكِ نسخة أحلى وأفضل وأنضج من قبل كده. ده باختصار شديد جدًا.